يا سلام على صوت البحر، ريحته وموجه ونسيمه الجميل. يا ترى يا يوسف، تعرف إن البحر ده آية من آيات ربنا؟ آية؟ يعني إيه يا جدو؟ زي الآيات اللي بنحفظها في القرآن؟ بالظبط يا حبيبي، كل حاجة حوالينا ممكن تكون آية، يعني دليل على قدرة ربنا. وربنا قال في القرآن: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طب يعني إيه سخر البحر؟ يعني ربنا خلق البحر علشان يخدمنا، نركب فوقه ونصطاد منه ونتعلم منه حكم كتير. بس تعالى يا يوسف، إيه رأيك نسافر جوه الآية دي، نعيش الرحلة بنفسنا؟ إزاي يعني يا جدو؟ غمض عينك وخليك ماسك إيدي. دلوقتي إحنا على مركب الخيال ورايحين رحلة في آية البحر. واو، ده إحنا بقينا جوه البحر بجد. بص يا جدو، سمك بيجري حوالينا. شايف السمكة دي؟ صغيرة قوي، بس ربنا كتب لها رزقها في عمق البحر. كل كائن هنا بيعيش لأن ربنا أمره يعيش. حتى السمك الكبير ما بياكلهاش، كل حاجة بمقدار يا حبيبي. ربنا هو اللي منظم الكون كله، ولا سمكة بتتاكل إلا بإذنه. حتى البحر رغم كبره، كل موجة فيه بتتحرك بأمر ربنا. جدو، في حاجة بتلمع تحت هناك، ننزل نجيبها؟ تعال نغوص سوا. ده صدفة جميلة قوي، جواها لؤلؤ بترفرف كده زي النور. عارف يا يوسف، اللؤلؤة دي بتتكون جوه محارة صغيرة في البحر، ما بتتكلمش ولا بتتحرك كتير، بس بصبرها وهدوءها ربنا بيديها جمال بيلمع زي النور. يعني حتى البحر بيعلمنا الصبر. بالظبط يا بطل، كل حاجة ربنا خلقها فيها درس، والبحر بيعلمنا الصبر والسكينة والتأمل. جدو، الموج بيعلى، احنا هنغرق. ما تخافش يا يوسف، فاكر لما ربنا قال: وهو الذي يسيركم في البر والبحر؟ ربنا هو اللي ماسك الموج ومقدر له يمشي ازاي. لما قلبك يطمن بذكر ربنا، حتى الموج بيهدى. فعلا البحر هدي، كأن المية سمعت كلامك يا جدو. مش كلامي أنا يا يوسف، ده كلام ربنا اللي بيطمن القلوب. جدو، أنا اتعلمت النهاردة إن البحر مش بس مية، ده عالم كبير كله آيات من ربنا. وأجمل حاجة يا يوسف، إنك لما تبص للبحر أو لأي حاجة في الدنيا، تفتكر دايما إن ربنا خلقها بحكمة ورحمة. وهقول كل مرة: سبحان الله العظيم يا جدو. برافو يا بطل، وساعتها نكون فعلا